وادي باصور، وهي قرية كردية، ويتبين هذا الأمر ليس فقط من سكانها الكرد ولكن من اسمها أيضا. باصور تعني بالكردية، واسم مركب من مقطعين، با تعني الهواء، صور الأحمر أي الهواء الأحمر. في منطقة جبل الأكراد، تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية، تبعد حوالي 2 كيلومتر عن طريق حلب اللاذقية في سفح الجبل. عدد سكانها حوالي 1000 شخص، كلهم كرد لكنهم لا يتكلمون الكردية للأسف. يعملون بالزراعة وتربية المواشي. هذه المعلومات وصلتني من أحد أبناء جبل الأكراد وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، منطقة درباسية في محافظة حسكة، وأتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في جبل الأكراد لغتهم الكردية وأن يعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية هدية من الله مثل باقي اللغات، وعلينا تعلمها. دمتم أهلنا في وادي باصور.